طبعا هون يسعد لي كل أوقاتكم يا أصدقائي. هون أمي عم بتسوي لنا شيخ المحشي، وأنا هون كمان عم بجهز الفطور. هون فول دا أحط، وهون دا لي فلافل كمان، شايفين؟ طبعا يا صبايا هاي نوع المربى جبته من الماركت، كتير طيبة، جربوها. هاي برتقان بقشره حاطين، شايفين؟ وهي كمان مربى الورد، كتير طيب، بنصحكم فيها. طبعا أنا قليت لحمة مع شوية بصل. هدول أنا الكوسايات اللي غسلتهم، عفتهم مشان ينشفوا. مش بدي أحطها معكم هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هيك لازم تكون، لا تقلوها أكتر. أنا هيك حشيتهم، وهلا بدي أجهز اللبن. عندي هاي اللبن، حيلا لبن بتصير بس تكون كويسة. طبعا هون أنا هيك صفيتهم، بدي أغطيها هيك، شايفين؟ وأغمرها بالمي، أخليها تغلى شي 10 دقايق أو 20 دقيقة ومنطفي عنه. شايفين هيك صار ضعيفه هيك، شي يغلى 10 دقايق 20 دقيقة ومنطفي عنه. خليكم للأخير وبرجع لكم. طبعا بدي أطبخ الرز معكم. حطيت معلقة سمنة كبيرة وحطيت شوية زيت. هاي كاسة شعيرية. عندي هون كمان رز كاستين مغسول ومنقوع كمان. طبعا يا صبايا عندي هون أنا كيلو لبن، تمام، حطيت له معلقتين نشا فقط، يعني لا تحطوا له شي تاني، بس حطوا معلقتين لكيلو لبن. شايفين كيف طلع مثل الكريمة ما شاء الله. طبعا هون بعد ما انطبخ اللبن طفوا عنه وحطوا الكوسة، لا يكون شغال، هيك أحسن. شايفين كيف أنا هلا مطفي عنه وحطيت الكوسة، يعني الكوسة مستوية ما بدها. عن جد الطعمة ولا أروع يا صبايا، جربوها طريقتي ما رح تندموا. هيك وصلنا لآخر فيديو، لا تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك، وباي باي.